هلا يا بعد قليبات، شلونكم؟ اليوم جيتكم طريقة عمل البرمة بالشعرية وبالفستق الحلبي، والورقة مالتها خفيفة كلش. يعني شلون البرمة هاي تطلع الا تخبل. طولنا متابعة ولايك وتعالوا على الطريقة. طريقة عملها سهلة ومو صعبة. اول ما نجي ورقة البقلاوة، الورقة الخفيفة خلينا عليها فستق حلبي وشعرية ولفيناها بهاي الطريقة مثل ما قلنا لكم. سويناها الورقة 3 أصابع مثل ما تشوفون، رشة بسيطة من الفستق الحلبي وشعرية، ونخليها بداية الشعرية ونلفها بهاي الطريقة ونصفطها بالطاولي. طريقتها كلش سهلة. راح نكمل الطاولي ونرجع لكم. وبعد ما كمل عندنا الطاولي، آخر ورقة بقت عندنا رشة بسيطة من الفستق الحلبي، ناخذ شعرية بداية الورقة ونلفها بهاي الطريقة. شوفوا شكلها شلون طلع، كلش حلوة وطعمها يعني ما اقول لكم فوق الخيال. هسه حبايبي راح نخلي لها دهن، رشة بسيطة من الدهن، وبعد ما ندهنها ننزلها بالفرن نشويها 120 وجه و120 شعر. ان شاء الله استفاديتوا من الفيديو. اريد من عندكم تشوفون شكلها من تطلع من الفرن. بعد ما طلعت من الفرن وهذا شكلها النهائي، شوفوا نفس اللون يبقى، شوف داخلها شلون مستوي وكاملة. اريد من عندكم متابعة ولايك، ومع السلامة.